فعلا هي راحت، ما عادش من بعدها حاجة حلوة، ما عادش من بعدها فرحة. أنا نفسي لحظة واحدة بس معاها، نفسي ترجع لحظة واحدة بس أحضنها، أسمع صوتها. مين الشخص اللي انت حابب في دخلة العيد كل سنة وانت طيب تقول له ان انت وحشتني، او ان انت ترجع تتكلم معاه؟ هو للأسف مش ما عادش هينفع يبقى موجود. هو الشخص ده والدتي الله يرحمها راحت، خدت كل حاجة حلوة معاها. هي توفت وسابتني يعني. كنت الأول هي اللي بتصحح لي غلطي، كنت بلجأ لها في كل حاجة. يعني مش محتار في حاجة أروح لها هي اللي تحل لي. دلوقتي ما عادش حد. بتمنى من الناس كلها تدعي لها بالرحمة بس يعني. هو ده أول رمضان يجي عليا وهي مش معايا، وداخلين على عيد، وبرضه أول عيد يعدي وهي مش معايا. فالحياة من بعدها فعلا ما عادش حياة. إيه، أتمنى إن ربنا يرحمها، ومش عارف أتأقلم على حياتي من بعدها. لحد وقتنا هذا أصلا أنا مش مستوعب إن أمي راحت. أمي كانت كل حياتي، فلما أقول لك حياتي باظت، هي فعلا راحت، خدت حياتي وخدت الفرحة. بقيت عايش فقد الشغف في كل حاجة حقيقي. هي كانت كل حياتي، أغلط هي اللي تصحح لي، أزعل هي اللي تصالحني. هي كانت كل حياتي، كانت هي اللي بتعدل لي كل حاجة في حياتي. فما بتمناش غير إن الناس تدعي لها بالرحمة. الله يرحمها.